السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخي. ما تيجوا النهارده نعمل شويه سندوتشات صغيرين كده بعيش صغنن، ميني سندوتش كده، او لقمه في قطمه او قطمه في لقمه، تسموها زي ما تسموها. نعمل شويه عيش صغيرين كده يفتحوا النفس على الفطار او في الغداء، لو هنعمل منهم سندوتشات ميني برجر، شاورما، كفته. ينفع حلو حلو قوي في اعياد الميلاد وفي الرحلات وفي تجمعات الاصحاب. انا هعمله واستخدمه في الفطار ونحشيه كذا حشوه كده، هقول لكم على كذا حشوه. ينفع في الفول وفي الطعميه وكل الحشوات، ينفع في كل حاجه. انا عملت هنا شويه جبنه بالطماطم كده، وشويه بطاطس بيوري بالسمنه البلدي، وشويه شكشوكه كده حلوين. نوعوا زي ما انتوا عايزين، انا حبيت اعمل كذا حاجه كده، وانتوا بقى ايه، ابتكروا من عندكم. العجينة سهلة جدا، مش هنضيع وقت فيها. عبارة عن نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، نص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة سكر كبيرة، ومية دافية للعجن. نعجن فيها لحد ما تدينا العجينة ايه، اللينة الطرية دي. تمام. انا هشكله على طول او هكوره على طول. هكور الكورة في حدود حوالي 20 سنتي. عايزين تقللوه عن كده ممكن يبقى 15 سنتي، وهيبقى اصغر من كده. بس المقاس المناسب اللي هو ال20 سنتي. تمام. غطيتهم وما سبتوش يخمر، لان عقبال ما خلصت كانت اول واحده ابتدت ايه، تخمر. انا هسويها في الطاسه، على الطاسه عادي، او في الخبازه لو عندك خبازه، او في الفرن. تمام. مش هياخد وقت خالص وهيبقى سريع جدا. هنا انا بشيل الدقيق الزياده، وابتدي، ومش محتاج نفرده بالمردانه او بالنشابه. بايدينا عادي كده. ما شاء الله صغنن وحلو قوي، شكله حلو قوي. يفتح النفس في الفطار ويخلي اولادنا يفطروا معانا الصبح، ونتجمع تاني على السفرة مع بعض. تمام. هي الطاسة هتاخد حوالي سبع وحدات من العيش الصغنن ده. الطاسة سخنتها تمام بدون اي مادة دهنية طبعا، وحطيت العيش. مجرد ان هو يتشمع من الناحية اللي هي ملامسة للطاسة، هبتدي اقلبه عشان يبقى الجنبين قد بعض، ما يبقاش جنب رفيع وجنب ايه، سميك. تشمع كده وقلبته. تمام. هياخد لون وهيبتدي يقب، واروح قلباه على الناحيه التانية عشان برضو ايه، ياخد لون حلو. هي اول طاسه دي او اول فرن بيبقى ايه، بيبقى لسه درجه حراره الطاسه ما سخنتش قوي، فبياخد وقت. لكن بعد كده سريع جدا ومش هياخد وقت. يعني ممكن تعملي 2 كيلو مش هياخدوا منك ساعه. ما شاء الله قبوا كلهم زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله تحفه. سهل جدا ان احنا نخزنه. هخلص كل الكميه وهرجع لكم ان شاء الله. عايزه اوريكم التسويه، ما شاء الله حلو جدا. طاسه عاديه، انا عندي خبازه مش محتاجه ان انا احطه في الخبازه. وبعد كده هحطهم على طبق. اطلع طبق حطيت عليه منديل طبعا عشان ما يعرقش والعيش مني يبوظ. حطيت منديل وابتديت اطلع عليه العيش، وكانت اخر مجموعه دي عملتها. وزي ما قلت لكم جهزت شويه حشوات كده، شكشوكه على بطاطس، على جبنه بالطماطم. وعملت احلى سندوتشات، وجنبهم شويه مخلل وشويه خضار وشويه وحته خيار اخضر او طماطم خضراء. ايا كان اللي تحبوا تقدموه قدموه فيها. ما شاء الله تحفه، جميل جدا. شايفين حلو ازاي، كيوت. هيعجب قوي الاولاد، وحلو قوي برضو في اللانش بوكس للاولاد في المدارس. جربوا الطريقه دي، حلو جدا وهيعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد. عملنا احلى بوكس سندوتشات. اتفضلوا معانا.